الاكل نزل وانا فرحانه جدا وجعانه، عايزه اكل. ببص حواليا لان الناس كلها بتبص لي، بصراحه ما اعرفش ليه يعني. هو من ساعه ما الويتر نزل الاكل في حاجه غلط، بيبصوا لي. متوتره. عادي اكيد مساء الخير يا فندم، الاكل عجب حضرتك؟ طب انا هقول له ايه؟ انا هقول له رايي ازاي؟ ده انا لسه ما دقتش طعم الاكل، وبعدين هو بيسالني بدري قوي كده ليه؟ المشهد ده بقى بيبقى اكتر مشهد مؤلم ممكن يعدي على الواحد في حياته. انا هنا بصراحه بتفلسف، اي حاجه ملزوقه على اي حاجه ستيكر لازم اشيله. ليه؟ ما اعرفش، متخيله يعني ان شكلها هيبقى احلى، وبعدين بتفاجئ فجاه كده ان انا بشوف المنظر ده. شكلها طبعا بيبقى وحش قوي، ما بعرفش حتى ابص لها بعد كده. ده منظر ده من أسوأ الأحاسيس اللي في الدنيا. تبقى لابس شراب وداخل الحمام وتدوس على مية على الأرض، حاجة يعني بصراحة بتبقى مقرفة. رندا ممكن ورقة من الكراسة بتاعتك؟ حاضر، عينيا ليكوا، انتوا بتتكلموا في ايه؟ ورقة حالا دلوقتي، يلا. افتح الكراسة واروح شادة الورقة. تمام، يا سلام. ده بقى اللي في خيالي، لما بيجي حد يطلب مني ورقة من كراستي بتخيل ان انا هعرف اعمل كده، لكن الحقيقة ان انا بقول لهم عينيا هجيب لكم الورقة، واجي افتح الكراسة الاقي نفسي شديت الورقة وبقى شكلها عامل كده. سيبكوا بقى شوية تعيشوا مع اكتر حاجة بكرهها في حياتي، وهي الكلاكسات. بجد اتمنى ان هم يعملوا قانون يخلي يجرم الناس اللي بتضرب كلاكسات من غير سبب، بجد، لان ده تلوث سمعي انا ما شفتش زيه في حياتي. اتمنى ان اللي بيضرب كلاكس تتسحب بخصوصه.